السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين إيه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا قناتي فضلا منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واختيار الكل عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. هنعمل النهاردة الحجازية الاسكندراني ان شاء الله بمقادير سهلة وبسيطة. وهتاخد اللون الذهبي الحلو ده، وهتطلع برضو طرية وهشة وحلوة كده، ايه يعني مش هتعوز منك اي افتكاسات، ومقاديرها سهلة اسهل من السهولة كمان. اول حاجة هنسمي الله، وهنجيب كوباية مية هننزل فيها بمعلقة سكر كبيرة ومعلقة خميرة ونقلبهم كويس. هنجيب طبق وننزل فيه بكوبايتين دقيق وكوبايتين سميد، هننزل عليهم بكوباية سمنة. هنغلف المكونات دي كويس بالسمنة، وبعد كده هنجيب الخميره. بص الخميره هنا اتفعلت ازاي، عشان الخميره نوعها كده كويس، انما لو ما عملتش الفوم اللي هي عاملاه ده يبقى الخميره نوعها مش كويس. هننزل بالميه حبه بحبه، مش هننزل على طول، عشان طبعا زي ما كلنا عارفين ان في نوع بيشرب السوائل ونوع ما بيشربش السوائل، على حسب يعني. وطبعا لو وصلت معايا لغاية هنا فضلا منك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واختيار الكل عشان يوصلك كل فيديوهاتي. ولو عجبك الفيديو فضلا لايك. هنا المقادير دي اخدت كوباية المية كلها، يبقى كوبايتين الدقيق على كوبايتين السميد وكوباية السمنة وكوباية مية. للحشوة بقى هننزل بكوباية سكر، عليهم كوباية الا ربع سميد، معلقة كاكاو واحدة بس كبيرة، واتنين قرفة. هنقلبهم مع بعض وننزل عليهم برضو بالمية حبة بحبة لغاية ما تتكون معايا كده عجينة رملية. ريحة القرفة هنا هي اللي بتودي الحجازية في حتة تانية، يعني بتخلي ريحتها حلوة. هنجيب صينية وندهنها سمنة، ممكن ما تدهنيش سمنة، بس السمنة بتساعد ان العجينة تتفرد بسرعة وبتديها برضو لون حلو من تحت. هنفرد العجينة بالشكل ده كده، وهننزل عليها بالحشو. طبعا الحجازية دي بتبقى حلوة، ممكن تاخدي منها قطعة مع كوباية شاي، بتبقى فطار حلو يعني لو انت زهقتي من روتين الفطار اليومي يعني. هتجيبي كيس او ورقة زبدة زي كده وتفردي عليه الجزء التاني من العجينة. طبعا ما كانش ينفع تفردي الجزء التاني في الصينية، لازم تفرديه بالشكل كده، يعني تفرديه على قد ما تقدري كده. بالشكل ده هنجيب الصينية وننزل عليها بالطبق اللي فوق. هنا تحاولي بقى تظبطي الوش بتاعها على قد ما تقدري. بالشكل ده لو في بقى زيادة هتحاولي تغطي بيها الحتت اللي هي مش متغطية بالعجين بالشكل ده، وتسويها زي على قد ما تقدري، يعني زيادات مثلا اللي بتبقى في الجنب ده تاخدي منها وتحطي في الحتت الفاضية.
عشان تطلع زي اللي بتجيبيها من بره هتجيبي شوكة وتعملي لها الشكل ده كده، شكل زجزاج. وقبل ما تدخل الفرن نقطعها بالشكل ده كده. طريقة التسوية، هتدخليها الفرن على الرف اللي في النص. اول ما تاخد لون من الجناب كده تعرفي ان هي اخدت لون من تحت، تطفي من تحت وتيجي مشغلة عليها الشواية من فوق تاخد لون. ودي اسهل واحسن طريقة للحجازية وبأبسط الامكانيات. طبعا تقطعيها على حسب ما انت عايزة. وطبعا اللايك يا جماعة عشان اللي بيرفع الفيديو وبيخليه يتشاف هو اللايك. ودي كده الحجازية ودي لونها الجميل، واخدة طبقات متساوية. وريحة المعجنات والحاجات دي في البيت والله خير. طبعا هي لسه الصينية كنت لسه مطلعاها من الفرن. بصوا الطبقات وبصوا الحشوة وريحتها بقى تحفة. ودي كده القعر بتاعها من تحت. وبكده يكون انتهى الفيديو معايا النهاردة. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.